تفتكر السكر ممكن يكون موجود في جسمك ومش باين في التحاليل؟ يا ترى الإجابة إيه؟ الإجابة بكل بساطة أيوة جدا. تعالوا نعرفه مع بعض. ده اللي بنسميه مرحلة ما قبل السكر أو البري دايابيتس. مرحلة جسمك فيها بيبعت إشارات خفيفة بيقول لك خلي بالك أنا في الطريق إني ممكن أكون مريض سكر لو ما اهتمتش بيا. طب إيه بقى هي الإشارات اللي ممكن جسمك يديها؟ أول حاجة هتحس بتعب سريع، يعني بتحس إنك مجهد بعد أقل مجهود، وده ممكن يكون بسبب إن جسمك مش قادر يستخدم السكر بشكل كافي لإنتاج الطاقة. تاني حاجة هتحس بيها هي الجوع والعطش الزيادة. لو بتاكل كتير ودايما عطشان ده ممكن يكون مؤشر ان السكر مش بيدخل خلايا جسمك بسهولة. وتالت حاجة ان بيحصل مشاكل في الجلد زي ظهور بقع داكنة حوالين الرقبة او تحت الابط، ودي علامة طبعا بتكون مرتبطة بمقاومة الانسولين. طيب لو دي علامات بتحذرك، السؤال هنا ممكن نتصرف ازاي قبل ما الموضوع يتطور؟ طبعا ممكن نتصرف. خلينا ندخل على الخطوات اللي فعلا هتحمي جسمك وتمنع السكر انه يتكون. رقم 1، الاكل الصحي هو البطل الاول. لازم تقلل السكريات البسيطه اللي بتدخل جسمك بسرعه زي الحلويات والمشروبات الغازيه، ممكن تبدلها بالخضروات او الفواكه الطازه والحبوب الكامله، والحاجات دي بتحافظ على توازن السكر في الدم. رقم 2، الحركه هي السحر. النشاط البدني اليومي حتى لو 30 دقيقه بس مشي هيقلل لك مقاومه الانسولين وبيساعد جسمك انه يستخدم السكر بشكل اكتر. رقم 3، النوم بقى مهم اكتر مما تتخيل. لو بتنام اقل من 6 ساعات في اليوم ده بيأثر على مستويات السكر في الدم، فحاول تنام كويس وتهتم براحة جسمك. واهم نقطة انك لازم تعمل التحاليل بانتظام. تحليل السكر الصايم والتراكمي هم اللي هيقولوا لك وضع جسمك بالدقة، مش لازم تستنى لما يظهر السكر في ارقام مخيفة. الخلاصة السكر مش بيجي فجأة، جسمك بيكلمك وبيبعت لك علامات طول الوقت. كل اللي عليك انك تسمعه وتتصرف في الوقت المناسب. لو عندك اي سؤال او محتاج تعرف اكتر الكومنتات في انتظارك. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتابعنا دايما علشان دكتور سكر معاك على الطريق لصحة احسن.